السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله اليوم ال 13 معانا في دوره كتاكيت عيد الاضحى المبارك. بس حبايبي هنسمي الله، والنهارده ان شاء الله هيكون اخر يوم معانا في الفيتامينات اللي احنا بنحطها، اللي احنا حطيناها لمده 4 ايام. بدانا فيها من اليوم العاشر، والنهارده اليوم ال 13 خدنا العاشر وال 11 وال 12 وال 13. هنسمي الله، وده لتر ميه معانا هنحط فيه نص معلقه، اسفه غلط، غطا، ونص غطا من الفيتامين التاني. بالشكل ده كده حبايبي. طبعا هم عطشانين لان انا دخلت لقيت الميه عندهم خلصانه، فهم عطشانين فهيشربوا على طول، ودي حاجه حلوه. بس طبعا ما نعطش الكتكوت، ما نعطشوش، وبالذات في الحر. طبعا خلاص النهارده اخر يوم معانا في الفيتامينات، من بكره هنبتدي ننزل ميه نظيفه، ومن بعد بكره ان شاء الله هنبتدي نحط لهم خلطات عشان الحر كمان، والكتكوت يطلع معاكي بصحه جيده. بسم الله. وهنحط كمان العلف. العلف لسه بادي يا حبايبي، احنا مغيرناش العلف لسه، ده علف بادي. اللي بيسأل على نوع العلف ده الحرمين، انا بستخدم علف الحرمين. لو انت بتستخدمي نوع تاني وعارفه ان نسبه السموم فيه مش كتيره او وكمان كويس، استخدميه. يعني ما دام بتطلعي منه دورات حلوه استخدميه. النوع اللي بتطلعي منه دورات حلوه استخدميه. انا بصراحه بقالي كذا، يعني بقالي اكتر من سنتين بستخدم الحرمين دوت، وماشي معايا حلو، وبيطلع معايا اوزان حلوه جدا. ده كده حبايبي اهو حطينا لهم العلف. ده كان اخر يوم معانا في الفيتامينات. يا ريت لو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.